بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا في فكرة البودكاست دي كنا اتجمعنا علشان نتكلم في حاجات يمكن مش بنحس ان بنات كتير في مصر يعني بيتكلموا فيها وبيدوروا عليها، ويمكن مش ناس كتير بتتكلم اصلا في الحاجات دي، فلما حد فينا بيبقى عايز يعرف حاجة مش بيلاقيها، مش بتوصله بسهولة. فبحس اصلا مجال الدعوة هو مهم جدا انه يوصل للبنات، برضه محتاجين نحط مجهود اكتر ان احنا نحاول نساعد البنات تهتدي، دي حاجة مهمة جدا. فاحنا عايزين نقول كذا disclaimer. احنا اتقابلنا احنا 3 بالصدفة كده، صداقاتنا اتعملت بالصدفة، يعني انا بحس كده. أيوة، أنا ويارا الأول كنا بنشتغل مع بعض، يعني نزلنا بس عرفنا بعض من الجامعة ومن الشغل، كنا في نفس الجامعة ونفس التخصص. وأنا وميرنا نعرف بعض من كام سنة، من كتير قوي، من واحنا في المدرسة يعني كتير قوي، من 2016 17 مثلا بالظبط. وبعدين من قريب بقى عرفت ميرنا على يارا وهم اتصاحبوا وسابوني. لا والله ليه؟ ما احنا مدرسين اهو يعذرني في مصالح. بس فهي الموضوع جه، يعني كلنا قربنا من بعض اكتر لما بدأنا نقرب من ربنا اكتر، ولقينا الموضوع ده common ما بيننا. سبحان الله، الواحد لما بيبدأ كده يقرب لربنا بيحس ان هو لوحده. انا بجد اول ما بدأت كنت حاسة باكستريم واحدة، او بقى في تنبيه تاني ان احنا كلنا احنا ال3 كبرنا اتربينا في مدارس انجلش بس وانترناشونال بس وجامعات كمان، فيمكن دي مش احسن حاجة عشان الواحد بيبقى مرتاح اكتر بالانجلش، فاحنا بنحاول كلنا نقوي اللغة العربية برضو، بس هتلاقوا كلام في النص بقى، هتلاقوا في كلام بيطلع بقى خلاص، يعني معلش حقكم علينا يعني. معلش. هنحاول برضه نترجم الحاجات اللي احنا بنقولها على طول يعني. بالظبط. وفي بقى تنبيه تاني ان احنا عايزين نقول في الاول يعني ان احنا الشيوخ، احنا اكيد مش شيوخ ومش داعيات خالص ومش علماء ومش طلاب يعني احنا طلاب علم على قدنا جدا بالظبط. احنا لسه بنبدا ان هو بس يعني نفهم كده كل حاجه في القران اللي كل واحد فينا مثلا يمكن في تليجرام او على يوتيوب او كده نحاول نحضر دروس على قد ما نقدر، ويعني حتى لو احنا مثلا في ليفل 1 او 2 احنا بنحاول نتكلم الناس اللي هو نفس المستوى بتاعنا، علشان ساعات لما بيبقى كلام كبير قوي علينا بنحس ان احنا مش عارفين نستوعب، او اللي هو ياه احنا بعيد جدا، فالواحد بيحضر. احنا بنحاول نمشي معاكم، يعني احنا اللي احنا بنعمله ان احنا عادي بنشوف ناس فعلا فاهمة وبنحضر وبننقل لكم معلومات زي ما احنا بنحاول نستوعب منهم، بنحاول نوصل لكم بطريقة أبسط شوية وطريقة ممكن تريليتوا بيها أكتر، المهم تحسوا إن انتوا فاهمين، يعني تحسوا إن انتوا في حد تاني معاكوا في المشكلة اللي انتوا فيها أو في التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه. بالذات إن احنا يعني أو شخصيا يعني أنا أعرف كذا حد أو كذا بنت يعني بيبقوا مش عارفين يتكلموا في الدين عامة مع مين أو مع ناس صحابهم بنات برضو أو كده، علشان الموضوع بقى اللي هو ايه ده، انت بتتكلمي في الدين في خروجه حلوه بقى، اللي هو انت جايه تعكنيني علينا. لا في دايما الجمله بتاعت الدين ده بيني وبين ربنا ومحدش يتكلم معايا فيه، وده كل واحد موضوع شخصي وبيرسونال ومش عارف ايه، محدش يتكلم، اللي هو ده غلط جدا. الدين ده الحياه، ده سياسه، ده اقتصاد، ده هو اصلا منهج بالظبط. يعني اصلا انا اللي بيحكمني في الدنيا دي كلها اصلا الدين، يعني اتكلم ازاي، اقعد مع مين، اشرب ازاي، اكل ازاي، كل حاجه، البس ازاي، فكل الحاجات دي اصلا انا اللي بيحكمني الدين. على فكره دي بقى معنى اسم الحلقه بتاعنا، ايه الفرق ما بيننا وبين الناس اللي مش مسلمين؟ صح. ايه بقى الفرق؟ هو ده برضو احنا كنا عايزين واحنا بنفكر في الحلقه ان احنا عايزين حاجه نبدا بيها كل السيريز بقى او الحلقات الجايه، فاحنا عايزين نستكشف مع بعض اللي هو فعلا ايه الفرق ما بين يعني حد مسلم وحد مش مسلم، زي ما منى كانت بتقول منهج بقى، احنا ده منهج حياتنا. فايه اللي يخلي في فرق بين حد مسلم وحد مش مسلم، او حد ايه اللي بيخلي افعالنا مختلفة وطريقة تفكيرنا مختلفة ومشاعرنا مختلفة عن حد مش مسلم. صح. وايه اللي بيحصل لما نحس ان احنا مثلا حياتنا بقت شبه الناس اللي مش مسلمة؟ بنبقى في كارثة، يعني بنبقى في حاجه اسمها غفله. عامة موضوع الغفلة ده أنا عايزة أقول كذا آية
القرآن، بعدين نبدأ بقى يعني نفكر فيهم ونتدبر فيهم ونتناقش فيهم. أولًا هو القرآن بيوصف الغفلة إن هو حالة انشغال في الدنيا، في زينة الدنيا أو في متاع الدنيا. كلمة متاع أصلًا معناها حاجة مؤقتة جدًا، فهي معناها إن الحاجة دي مش دائمة. ودايمًا نلاقي في آيات في القرآن بتقول لأ، ده رزق ربنا في الآخرة أبقى هيقعد أكتر أو forever أكتر، يعني مقارنةً بالدنيا يعني. فالمهم إن إحنا لو حد حَس إن هو إيه ده أنا مش ماشي على المنهج، أنا في غفلة، في حاجات بتحصل عارفين بتفوّقنا من الغفلة كده كل فترة، كل شوية ربنا يبعت لحد ذكر، يبعت له رسالة، يبعت له ابتلاء، يبعت له نعمة، فكل الحاجات دي بتبقى عشان الشخص يفوق. بس أنا أعرف إزاي إن أنا محتاجة أفوق، يعني أعرف إزاي إن دي علامة مثلًا أو إن أنا أصلًا باعمل حاجة غلط؟ هو كده أصلًا كل واحد ربنا خلقه على حاجة اسمها الفطرة، يعني الفطرة دي هو أنتِ لا تلقائي أنتِ أصلًا من نفسِك أنتِ جواكِ عارفة الصح والّا غلط. ربنا بيقول في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو كده أصلًا كل واحد بيبقى قاعد مثلًا هو عارف من جواه إن دي غلط، بس هو منيّم ضميره، يعني هو حرفيًا غافل، اللي هو إيه، أنا مش عايز أحس بالذنب، أو أنا I want to belong، عايز أحس إن أنا دول صحابي، أو أنا عايز أحس إن أنا هنا ده مكاني. فكل واحد هيبقى بيدايم دايمًا الجزء ده منه عشان مش عايز يحس إن هو مختلف، أو يحس إن هو غريب، هو الغريب في القعدة يعني. بسبب عايزة أقول إن أنا باحس إن صعب جدًا إن الشخص يلاحظ إن هو في غفلة، صعب جدًا. هو الشخص بيلاحظ فجأة أنا كنت في غفلة، بعد ما إيه، يعني بيبقى حصل حاجة كبيرة أوي. علشان دلوقتي بقت كل حاجة يعني بقت الحاجات اللي بتساعد البني آدم إنه يُقع في الغفلة دي أصلًا بقت عادية، يعني بقى البني آدم بيبقى بيعمل ذنوب أو بيُقع في حاجات هو مش واخد باله أصلًا إن هو بيعملها. بتبقى حاجات منتشرة أوي. أيوه، علشان هو الطبيعي بقى كده، واللي مش طبيعي بقى إن إحنا نحاول نبطّل بقى الحاجات دي، ولمّا حد يطلع يقول إن هو هيبطّل تبقى حاجة اللي هو إيه ده، ده إحنا ده أنت غريب، أنت بالضبط، أنت الغريب. ده أنت الغريب. سبحان الله إحنا عايشين في الزمن اللي هو فطوبى للغرباء، يعني اللي هو إحنا عايشين فيه دلوقتي. يعني تخيلوا من كام يعني من سنين لأ، كانوش متخيلين إن إحنا نبقى في الزمن ده، ما كانوش يقدروا يتخيلوا إن لأ، ده الشخص ده بيعمل يعني whatever بقى مصيبة كبيرة أوي وبيجهر بيها وعادي مش مكسوف. دي كانت يعني إحنا لو بنتكلم مثلًا ل500 سنة، 200 سنة أصلًا، 200 سنة بس كان دي هتبقى حاجة مستحيلة. إحنا ممكن أصلًا نقول الحديث بتاع فطوبى للغرباء. هاقول أنا عادي. جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الحديث ده أصلًا ثابت عن النبي، يعني أصلًا رواه مسلم. بيقول يعني الصحابة هنا اللي كانوا قاعدين مع الرسول كانوا بيقولوا له: قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وحرفيًا هو ده زماننا دلوقتي، يعني اللي هو هتلاقي ناس كتير جدًا، جدًا غلط، وناس قليلة جدًا صح. يعني مثلًا إحنا دلوقتي إحنا في أوضة، هاتي مثلًا واحدة في الأوضة دي هي حرفيًا بتصلي 5 فروض، لابسة حجاب شرعي، مش بتشتم، يعني هاتي فيها كل حاجة اللي هي وسط الناس التانية إيه ده أنتِ غريبة، إيه ده أنتِ مش بتشتمي، إيه ده أنتِ you're so بيئة كده you're so uncool، إيه ده أنتِ إيه ده مش بتسمعي أغاني، إيه ده يا بنتي أومال بتتبسطي إزاي، هترفعي نفسِك إزاي؟ بس حاسة يعني ده الحديث ده دليل كفاية الargument بتاعة طب ما كل الناس تعمل كده، يعني طب ما عادي ما يعني لمّا الواحد بيحس إن هو أنا كنت أصلًا في فترةٍ ما يعني آآ كنت باحس إن أنا باتشجّع أوي من إن كل الناس تعمل كده، بادّي لنفسي أعذار علشان الناس تعمل كده، بس هو الحديث ده بالذات خلّاني ألاحظ إن ما هو عشان كل الناس بتعمل كده، فإحنا دلوقتي ناخد بالنا إن ده الغلط، يعني حاسة إن ده بيوجّهنا شوية للمشكلة اللي هي الأساسية، اللي هي إيه، إن إحنا الدين بقى دلوقتي غريب، وإن إحنا بقى الصعب هو الصح، غير مثلًا باحس مثلًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعًا إحنا عارفين إن بداية الدعوة كان يعني the peak أو يعني أعلى نقطة من إن الدين كان غريب، وإن كان بيبقى في اضطهاد ضد الدين وكده، بس باحس وجود الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيساعد، وإن يعني كان في ناس ذو مقام أو ناس يعني ليهم مقام في المجتمع بيأثّروا على ناس تانية. دلوقتي إحنا الناس اللي ليها مقام والناس لأ actually ليها position في المجتمع هم بقى الناس اللي غلط، فإحنا ما فيش حد نبُص له، والناس اللي بقينا مثلًا اللي بنحس إن إحنا ممكن نبُص لهم أو كده في الدين، يعني بيبقوا مش واخدين حقهم في المجتمع، بيبقوا هم الناس الغريبة زي ما إحنا بنقول. ف فدلوقتي هو ده الصعب، وإحنا محتاجين
نستشعر ده، محتاجين نستوعب إن هو الدين هو اللي صعب والعادي هو يعني الغلط هو اللي عادي. في آية حلوة أوي بتريح أوي في سورة المائدة ربنا بيقول: "قُل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث." عارفة يعني هي تحسوها بسيطة جدًا، بس هي جميلة جدًا، إن هُم لا يستوون حتى لو الخبيث ده في منه كتير وعجبك وفي power أو سُلطة بسبب إن الخبيث ده منتشر، أو في فلوس أو في رزق هييجي لك من الخبيث ده، مهما كان لا يستوون. ربنا بيقول بعدها أصلًا: "فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون." دي صفات الشيطان. الشيطان بيقعد زي رقة كل الحاجات الغلط ويخلّينا مش واخدين بالنا أصلًا إنها غلط، ونرجع برضه لفكرة إن إحنا مش واخدين بالنا إن إحنا في غفلة علشان ده الطبيعي، ده العادي. في أصلًا آية نفس الفكرة اللي سارة قالتها، اللي هو إن هي كل الناس هم تحس إن هم صح، أو عشان هم كتير فتحس إن هم صح، فربنا بيقول في سورة الأنعام: "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون." فهنا ربنا حرفيًا يعني هو بيقول بكل وضوح، بيقول للنبي، لأن النبي ساعتها كان هو الوحيد، يعني أول حد تلقى الوحي أصلًا من سيدنا جبريل كان سيدنا محمد، فat this point أصلًا كان هو الوحيد بس اللي كان صح، يعني هو استلم الرسالة، هو دلوقتي الوحيد اللي على الكوكب كله اللي صح. بعدها بقى راح للسيدة خديجة وهي آمنت بيه، وبقيت بقى السيرة بتاعته يعني. بس هو ربنا هنا بيقول له إن كل الناس اللي حواليك دول، حتى لو هم يعني لو أنت الوحيد بس اللي هتموت على الدين بتاع ربنا، وكل الناس كتير أنت الوحيد ما فيش غيرك على الكوكب، موت على دين ربنا، فأنت الصح. أنت هنا ربنا بيقول لك أنت كده مش بالكثرة. حتى أنا مش فاكرة بصراحة في آية لمّا كانوا في غزوة، ربنا كان بيقول وأعجبتكم كثرتكم، اللي هو يعني هم المسلمون اتغرّوا في نفسهم إن هم شافوا إن هم كتير جدًا، فهُزموا. أنا بصراحة مش فاكرة دي كانت أنهي غزوة، بس يعني هو هنا ربنا بيقول هي مش بالعدد، هي بشرع ربنا، يعني هي بسنة ربنا. والواحد لو قعد يفكر هيبقى عايز أصلًا يعني هو بيقعد يقول أنا لمّا أكبر هابقى إن شاء الله أصلّي، لمّا أتجوّز هابقى أتحجّب، لمّا أخلّف ومش عارفة إحنا ضامنين إزاي في وسط كل في وسط كل يعني الوفيات اللي حوالينا. يعني سبحان الله الواحد كل يوم بيلاقي مثلًا إحنا عندنا stories بقى إنا لله وإنا إليه راجعون 7 مثلًا ورا بعض، فالواحد أصلًا بيبقى واعي بإن هو مش عايز يموت على الحال اللي هو فيه. يعني حتى لو إحنا مش واخدين بالنا إن مثلًا حاجة إحنا بنعملها غلط أو حاجة تانية إحنا بنعملها غلط، إحنا بنبقى عارفين إن الحال على بعضه محتاج يتغيّر، إحنا بس على فكرة لأ، هاقول لِك حاجة، يعني ده نوع معيّن من الناس، بس في ناس بقى من كتر ما بيتمادوا أو بيسرفوا على نفسهم بالذنوب، بيوصلوا لمرحلة إن هم أصلًا شايفين نفسهم صح. دي بقى كارثة. كنت باحس إن زمان أنا كنت كده شوية بجد، يعني كنت باحس إن أنا أصلًا أنا شايفة نفسي يعني جامدة جدًا، ويعني نقدر نقول منة داخلة الجنة على صاروخ يعني، واللي هو كل حاجة غلط فاهمة، ما فيش حاجة صح أصلًا، بس أنا كنت فاكرة فعلًا إن أنا ومش باعمل حاجة كبيرة غلط، بس كلها ذنوب عارفة آية اللي هي عارفة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهُم بيكسبوا حاجات صغيرة في الدنيا، مثلًا حاجة جاية على هواهم فمبسوطين بيها. أو حد غَش حاجة في حاجة فكسب درجات، أو حد عمل مش عارفة إيه فكسب فلوس، فهو بيشتروا الدنيا، بيكسبوا الدنيا، بس في الآخر قلبهم يقعد يتجمّع عليه الران أو السواد، فيخلّي نَفْسهم خلاص صعب جدًا يطلعوا من الغفلة، صعب جدًا أصلًا حتى يلاحظوا إن هُم بعيد عن ربنا. بمناسبة أصلًا فكرة إن هُم بيشتروا الدنيا دي، ربنا بيقول في سورة البقرة: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين." فالآية دي أصلًا يعني الواحد لمّا يقعد يتدبر الآية دي، اللي هو ربنا هو وصف الدنيا والآخرة بالتجارة. شوف أنت بقى تاجر شاطر والّا تاجر فاشل. إن التجارة دي تحسّوا إن هي في العصر اللي إحنا فيه ده غريب، لأ business يعني. يعني لو الواحد فكّر فيها إن أنا هاعمل كذا قصاد جنة، أنت كسبان كده، كده. هو ده الاختبار، الفكرة الإنسان وكان الإنسان عجول، هو المشكلة إيه يا جماعة؟ عارفين مثلًا حاجة زي أذكار الصباح والمساء ماشي، إحنا الأذكار دي الواحد لأ، إيه صعوبة إنه يداوم عليها؟ إن هو مش شايف benefit أو إفادة حالًا بتحصل له، صعبة جدًا، وعلى فكرة ده مش في الدين بس، ده في كل حاجة، إحنا أصلًا الإنسان نفسه بيحب العجلة، بيحب دلوقتي حالًا، بيحب الدوبامين، إن الإنسان هو مش عايز يقرّب أو بيأجّل حاجة عشان هو عايز دلوقتي، عشان كده التشبيه بتاع التجارة ده powerful جدًا وقوي جدًا، إن هو ربنا بيقول لنا لأ، أنت هتتاجر، التجارة دي محتاجة ذكاء، محتاجة شطارة، يعني محتاجة تinvest وتحط وقت ومجهود زي الشغل، أنت عايز توصل لحاجة في الدنيا هتسعى، أنت بقى عايز توصل لحاجة في الآخرة هتسعى برضه، ما فيش حد بياخدها بالساهل.
وفكرة إن الواحد أنتِ قُلتِ حاجة مهمة أوي، إن لمّا كنتِ بتقولي على متاع الدنيا بقى وإن الواحد بيبقى خلاص دخل أوي، أوي مش عارف يطلع منها، هو بيبقى يعني فكرة إن هو هواه بقى مسيطر على قراراته ومسيطر على يعني كل حاجة هو بيعملها في حياته عامةً، هو بس عايز يرضي نَفْسه، وده الأساس أصلًا بتاع الغفلة، إن هو ما فيش حد يعني هيقول أنا هاقف يعني أنا في غفلة عشان أنا باعبد الشيطان مثلًا أو لأ، أنا مش عايزة أبسط الشيطان، أنا عايزة أبسط نَفْسي وهوايا، فربنا بيقول في سورة الكهف: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا." فهي الغفلة أساسها أصلًا إن أنا عايز أتبسط، يعني عامةً أي حاجة إحنا بنمشي في الدنيا بأحكام مين؟ والله بامشي بأحكام ربنا والشرع يبقى أنا باعبد ربنا، بامشي باعمل عكس اللي ربنا طلبه، باعمل حاجة حرام وماشية بيها، طب أنا كده يا إما باعبد الشيطان، يا إما باعبد هوايا، يا إما باعبد مزاجي، يا إما يعني في حد تاني قال لي الحاجة دي فأنا سمعت كلامه، وده يعتبر شرك بالضبط. صح، ولمّا البني آدم بيوصل للمرحلة دي إحنا بنحس يعني أنا دلوقتي كنت لمّا كنت يا رب باتكلم كنت باحس إن هي حاجة إيه ده هو في حد يعني للدرجة دي كده، بس هو في آية فعلًا في سورة الأعراف ربنا بيقول فيها: "لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون." فسبحان الله ربنا واصف الناس دي وفعلًا ربنا مدينا وسائل اللي هي القلوب والأعين والآذان، كل دي إحنا كل يوم بنسمع الأذان وما بنقومش نصلي، كل يوم بنشوف الناس بتقوم تصلي وما بنقومش نصلي، بن قلبنا مش بيتحرك بإيه؟ بالأغاني الحزينة مثلًا، من كتر ما من كتر ما إحنا يعني سعينا في الفساد بتاع القلب، القلب خلاص ما بقاش يحس. مشاعر القلب استنزفت تمامًا في الحاجات اللي مش بترضي ربنا. وأصلًا ده بقى يعني كلّه بسبب ضعف الإيمان، يعني الواحد لمّا إيمانه ضعيف ده بالضبط، هي حرفيًا دايرة. ولازم على فكرة أصعب حاجة في موضوع إن حد يطلع من الغفلة، هو هيلاقي إن هو بالضبط زي ما بتقولي إيمانه ضعيف، عشان هو أصلًا هو مش بيصلي، مش بيقرا قرآن، مش بيقول أذكار، مش بيعملش أي حاجة أصلًا، فهو إيمانه ضعيف، ومش عارف يعمل الحاجات دي عشان هو إيمانه ضعيف، هي loop بشع، وعشان يطلع من الغفلة لازم يكسرها. إزاي بقى يجاهد النظر أو إزاي يعني فلاقتحم العقبة حرفيًا، بالضبط، لازم يقتحم العقبة. هو ده الاختبار أصلًا بتاع الدنيا، يعني هو فجأة هيحصل له يعني طبعًا بعد الشر، بس هو هيحصل له حاجة هتفوّقه، هيبقى حرفيًا ألم كده هياخده. المشكلة مش كل الناس لمّا بييجي لهم الألم ده بيهتدوا، بيفوقوا، بس هو الغفلة دي بتحصل، الشخص بيحصل له حاجة، أحداث بيشوفها حواليه زي اللي إحنا شُفناه برضه بيحصل في سوريا والّا في فلسطين والّا في السودان، وبعدين فجأة بيلاحظ إن هو عايش في نعيم جدًا، وإنه هيُسأل عليه، وإنه هيتحاسب، وإن هو عمّال يبعد عن ربنا، وإن هو من خلال الذنوب دي كلّها هو بيساعد وبيقوي الcycle والsystem اللي فيه استبداد ده لناس تانية. يعني إحنا لازم نبقى فاهمين إن كل حاجة حرام بنعملها من أصغر حاجة لأكبر حاجة هي بتقوي system الاستبداد اللي هُم عاملينه في ناس تانية، الظلم الكبير ده يعني. فهو في الآخر الشخص يكسر ده إزاي؟ هو لازم في ثانية هيبقى ملاحظ إن هو بيعمل حاجة غلط ومضطر يسيبها أو لأ، وبيختار يا يعمل الصح يا يعمل الغلط. وربنا بيقول لنا فلا اقتحم العقبة، يقتحمها ما يفكرش كتير، يعمل الصح من غير ما يفكر، وده هيبقى أحسن له بكتير. ودي أصلًا رحمة من ربنا برضه علشان يعني ربنا مش بيسيب حد، يعني مستحيل ربنا يسيب حد كده. ربنا في آية في القرآن إن ربنا يعني بما معناه برضه مش فاكرة الآية فين بالضبط، بس يعني ربنا بيقول إن ربنا مش هيعذب قوم غير لمّا يبعت رسول. وما كنا معذبين. أيوه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شاطرين. فهو ربنا مش هيسيب حد، دايمًا هيبعت إشارة. أنا مثلًا بصراحة سبب بدايتي كان والله العظيم كان تيك توك فيديو، أنا مش باهزر، أنا كنت قاعدة كنت حاطة السماعات في ودني وهاقوم خلاص، أنا هاقوم دلوقتي، أنا خلاص أنا حرفيًا أنا قُلت كده في دماغي، أنا قُلت إيه خلاص أنا هاتفرج على الفيديو ده just this one TikTok، يعني TikTok ده بس، وهاقوم أسمع أغاني تمام. أنا الTikTok ده كان حرفيًا عن واحد بيقول تخيل كده تبقى قاعد حاطط السماعات في ودنك تمام، وعايز تسمع أغاني وفجأة يخش عليك ملاك الموت. أنا بقى سمعت التيك توك ده من هنا، أنا خلاص أنا حسيت إن أنا خدت بالقلم على وشي. اللي هو سبحان الله يعني دلوقتي السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هي أصلًا دلوقتي ضدنا، ربنا بيحاول يبعت لك فيها رسايل، هو مش سايبك لوحدك. أنت وذكائك بقى، أنت شايف هل إحنا شايفين دي رسالة؟ هل أنا مثلًا عادي كان ممكن أشوف الفيديو ده عادي وقشطة، وبرضه قشطة طز يا معلم، وأقوم أسمع أغاني عادي جدًا ومش فارقة معايا، بس أنا I chose إن أنا لأ إيه ده، زلزلتني جدًا. ميرنا اهتدت بتيك توك ويارا اهتدت بحرب. بُصّي التوك إيه بُصّي يعني يارا أخدت يعني سبحان الله.
في آية سبحان الله علشان الموضوع اللي هو كل حد ربنا بيبعت له الإشارة والرسالة اللي هو محتاج يسمعها في الوقت الصح، وربنا يعني أعلم أو عليم بكل حد محتاج إيه. الآية في سورة القلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني ربنا ممكن حد خلاص هو ربنا هيجعل في أذنيه بقى وقرا ومش هيحس بحاجة من القرآن، عشان هو الشخص ده أصلا والله لو قلت له ايه وسمعته ايه وعملت له ايه هو هيفضل عايز يعمل غلط، هيفضل بيعبد هواه او يفضل بيعبد الشيطان. مش بيصلي للشيطان، مش بيصلي لهواه، هو بس بيتبع اللي هم بيقولوه. فهو كل حد ربنا بيبعت له اللي هو محتاجه علشان يهتدي. لو ربنا بعت لكل واحد فينا كل حاجة عشان يهتدي والشخص أصر على الغلط، خلاص هو الشخص ده بيختار الغلط. على فكرة دي حاجة مهمة قوي، علشان لما بنيجي نبص على الأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن الهداية دايما البني آدم هو اللي بيبدأ. يعني الحديث اللي هو بيقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه. الأول إحنا بالظبط في حديث قدسي ربنا بيقول فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني ابدأوا، خدوا انتوا بس، حتى لو فكرتوا، يعني هي حتى لو نويتوا وبس سيبوه على ربنا. هي دي أهم حاجة أصلا، علشان بالذات دلوقتي في وسط الفتن اللي احنا فيها، وسط الذنوب اللي احنا عايشين وسطها، الواحد بيستثقل قوي ان هو يهتدي، ان هو يبدا اصلا في طريق ربنا. بيبقى عارف قد ايه هو صعب، وبيبقى حاسس ان هو مش واقعي. ده واحد وبيبقى حاسس انه مش هيتبسط. بالظبط. بيبقى حاسس ان طريق الالتزام ده كئيب بقى ومش فن، مش هنضحك مش هنهزر، احنا قاعدين طول اليوم ماسكين المصحف بقى وكل حاجه حرام حرام حرام. ايوه صح. هو اصلا الفكره ان الشيطان اصلا على فكره انا بس عايز اقول حاجه دلوقتي، ربنا محلل كل انواع الدرينكس كلها، مفيش حاجه على الدنيا حرام غير الخمره. يعني شوف 100,000 درينك انت حضرتك رايح تختار الواحده بس ان ربنا حرمها، قال دي بلاش، ماشي خلاص. طيب الاكل مفيش حاجه حرام والله، كل حاجه حلال الا لحم الخنزير مثلا. طب انت ليه انت بقى هواك رايح تاكل بورك يا معلم؟ يعني كل ده حلال على فكره، ليه احنا رايحين ناخد دي؟ عشان الشيطان بيزين، بيحط زي جليتر كده حوالين الالكحول يخليه جميل، مع ان اصلا اضراره بعد كده اللي هو بقى زي ما ساره قالت كل حاجه حرام اصلا. لو الشخص فكر بعقله كده وكان بيعقل الحاجه هيلاقي ان هي بجد مش وثت، هيلاقي ان بجد هي مش حلوه اصلا، ما فيهاش حاجه حلوه، هي بس متزينه. هو ده فكره الفتنه اللي احنا عايشين في العالم دلوقتي. كميه تسقيف وانبساط بحاجه حرام مش طبيعيه، وهي اصلا الحاجه دي بجد وحشه بجد مؤذيه. على فكره انا شفتش حد قبل كده عمل ذنب وكان قاعد مثلا على السرير مبسوط قوي من فخور بنفسه جدا، مستحيل. دايما بيحس باحساس مقرف كده جواه اللي هو وبيحس بالذنب. وعلى فكره دي حاجه حلوه جدا، ده معناه ان هو لسه قلبه عايش، يعني هو مش ودي نعمة على فكرة، الإحساس بالذنب دي نعمة. يعني انتي لو بصيتي على الناس اللي مش مسلمة بقى، وهي عادي دي حياتها الطبيعية، أو يعني الذنوب اللي هي بالنسبة لنا ذنوب بالنسبة لهم مش حاجة، بتلاقي حالهم يصعب عليكي. يعني بتلاقي إن هو الواحد مثلا عمل الذنب ومش حاسس بالذنب عشان هو مش ذنب بالنسبة له، بس هو متضايق أو عنده اكتئاب أو حياته تعيسة. ما عندوش اي، يعني عارفين بيقولوا دايما الانسان يعني mind body and soul. هو احنا بنركز قوي ان احنا يعني ننمي الجزء العقلي فينا والانتلكت بتاعنا والطريقه والجزء الثقافي فينا. بنركز جدا احنا ننمي جسدنا ونبقى بناكل حاجات مغذيه، مش بناكل حاجه مضره، وناخد بقى نلعب رياضه. دايما في يعني تركيز وامفاسيس على الحاجتين دول. نيجي بقى عند الجزء الروحاني والسبيريتشوال، لا عادي ولكن في اي حاجه، مع ان الانسان بجد فاضي من جوه. لا يعني الانسان مفيهوش حاجه من جوه، محتاج يمتلئ بحاجه، محتاج كونكشن، محتاج صله مع ربنا، مع الخالق بتاعه، لان هو اصلا ده هدف الحياه الوحيد. ففي الاخر الناس دي مهما كانوا معاهم رزق فلوس مش عارفه ايه، عشان كده بره اعلى نسب انتحار واعلى نسب جرائم، مع ان تحسوا لا ده اكيد بقى في الدول كوت ان كوت الناميه. لا خالص. طب انا بس عندي سؤال دلوقتي، احنا عمالين نتكلم عن الحاجات دي كلها. طب انا دلوقتي مثلا انا واحده اهو بسمع وعايزه اهتدي، او عايزه اللي هو انا خلاص تمام انا دلوقتي فقت من احنا بنتكلم ناس هي فاقت من الغفله، هي عايزه بقى تمسك اول الخيط. اعمل ايه؟ طيب اصلي، طب ما انا بصلي قران، طب ما انا بقرا كل جمعه سوره الكهف، يعني ما انا هو بقرا قران يعني. احنا انت كده بتتكلمي عن الليفل عالي اصلا. حد إن شاء الله بيصلي الخمسة، يعني بجد برافو عليكم. هو ده اصلا البير مينيمم المفروض يحصل، بس يعني ده اقل حاجه. بس هو المشكله في ناس اصلا من كتر ما هي غفله هم مش قادرين بجد يصلوا ركعه، ودي مشكله. ده بقى اللي هو تاني في ران على قلوبهم كتير جدا، ضعف ايمان ناتج عن ان هو اصلا بيعملوا ذنوب صغيره او ذنوب كبيره كتير. فهو الشيطان ماسكه الشخص نفسه الاماره بالسوء
مسيطرة عليه، فهو الشخص مضطر يكسر ده. يعمل إيه؟ في كذا حاجة ممكن يعملها. يعني هو أنا هاقول كذا حاجة دلوقتي. أولًا هو لازم يحوّط نفسه بناس كويسة، لازم يحوّط نفسه بناس بتصلي، عشان لو أنا مثلًا هاتكلم في الصلاة specifically دلوقتي علشان دي أهم حاجة. لو الشخص مش بيصلي هو دلوقتي بيrisk أو بيخاطر إن هو يبقى مسلم. ما ينفعش يفضل يحط نفسه في الموقف الوحش ويتضايق إنه غلط. يعني هو محتاج يبطل يقطع الحاجات اللي بتصعب عليه الصلاة. فبدل ما يبقى في عارفين كده اللي هو عندي حاجة باحاول باشدها بأستك ماشي، فأنا باحاول أشد دي حاجة يمين والأستك بيشدها شمال. لو عندي 7 أساتك هيبقى الفوز صعب، أما لو أنا شلت أستك. فأنا محتاجة الأول دلوقتي أبطل أخرج مع الناس اللي مش بتصلي، محتاجة أبطل أروح حتت صعب أصلي في فيها. حاجات انت بتقوليها صعبة قوي. يعني تخيلي انت صحابك كلهم مثلا في ليفل معين. لازم الشخص في الوقت ده يختار. خلاص خد الكتاب بقوة. لازم الشخص يعني يجي في وقت القرار. هو دلوقتي في ايد، هو عارف الصح والغلط. هتعمل ايه؟ تعمل الصح ولا تعمل الغلط؟ خلاص هو يزيد الله الذين اهتدوا هدى. اللي اهتدى اللي بيروح للصح بيختار القرار الصح ده ربنا اصلا هيزيده هدى، هيديه اكثر. وهيسهل عليه يريد الله بكم اليسر. فهو ربنا عايز يسهل علينا. فهو هتلاقي الشخص لما هو لازم يستراجل. هو ده الجهاد على فكرة. كل انواع الجهاد. ما هو الجهاد الحرب دي ليه؟ انا جاي حد عايز يقتلني، عايز اجري، اكيد نفسي اهرب، ما ينفعش اجري، يبقى لازم اقف كده استند ماي جراوند احارب. فهو ده في كل حاجة. انا نفسي اقعد مع صحابي اللي بيناموا وبيختبوا ومش بيصلوا وبيروحوا مش عارفه فين وبيعملوا ايه وبتاع. دي احلى هو ده الاختبار. ما هي لو بتنسهل كان كلنا عملناه. على فكرة وده في صلاة الفجر مثلا. كنت فاكرة إن صلاة الفجر عادي، يعني خلاص هو الشخص هيصليها لما يصحى. لأ هو ده الاختبار. إن هي في الوقت اللي أنت هتموت وتنام فيه، لأ هتقوم وهتتوضى وهتصلي الفجر. واحنا دلوقتي في الشتاء كمان هو ده الاختبار. هو لو كان ثابت كان كلنا عملناه. وده فكرة الحجاب. أنا مش عايزة أتحجب، أنا نفسي أبقى مش محجبة، أنا نفسي أشوف شعري، نفسي أبقى شكلي أحلى حاجة. فهو هتلاقوا كل حاجة الاختبار بتاعها في إن الشخص مش عايز. من الآخر يعني الموضوع مش هيبقى سهل. يعني هو الموضوع محتاج مجاهدة علشان هو أصلا صعب، خصوصا زي ما كنا بنقول دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. ده اكسترا لاير اوف فتنة. يعني دي صعوبة زيادة. دي هي أكتر أكتر. الصبر على الطاعة مثلا. ومهم قوي إن احنا نبقى بنعمل ده ومستوعبين احنا بنعمله ليه، عشان احنا في الأول والآخر يا جماعة احنا راجعين لربنا، واحنا مش يعني الدار دي دار ابتلاء مش دار جزاء. انت قلتي ده مهم جدا. الناس بتبقى فاكرة انه الدنيا دي اللي احنا بنسعى عشانها. ان انا حلمي دلوقتي وهدفي ان انا كمان مش عارفه كام سنه ابقى خلاص مش بشتغل ومحوش فلوس كفايه، او انا حلمي ان اعمل دكتوراه في مش عارفه ايه. طبعا حلو الحاجات دي كلها، بس هي كلها فانيه. هي كلها ملهاش اي هدف ولا لازمه لو هي مش عشان ربنا. لو انا نيتي في الاساس مش عشان ربنا. وعلى فكره يجي وقت كده هتلاقوا ان الانسان خلاص هو عارف الصح والغلط زي ما كنا بنقول، ولازم ياخد الحاجه الصح فلا اقتحم من العقاب. ان ربنا دايما في القران بيتكلم عن المنافسه والصراع. احنا اصلا بنقارن نفسنا بالناس السيئه، فاحنا حاسين احنا كويسين. احنا مثلا بنقارن نفسنا بقى هو انا ما بقتلش يعني، ولا ما بزنيش، ولا ما بسرقش. انت ليه بتقارن نفسك بالمجرمين؟ يعني مش فاهمه. فدي حاجه مهمه قوي. ربنا بيقول لنا في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لازم نسارع عشان الجنة. هو يعني هو سباق. فعارفين موسى عليه السلام في سورة طه هو بيقول عجلت إليك ربي لترضى. دي جميلة قوي. عجلت إليك ربي لترضى. يعني أنا عايز ربنا يرضى عني، أنا عايز أدخل الجنة. إزاي؟ إن في استعجال. ما هو أنا محتاجة ألحق. عارفين هو الحياة تيكينج بوم. الوقت عمال يقل كل ثانية، كل ثانية الوقت بيقل. فأنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أول حاجة إن احنا نستوعب أصلا إن احنا في غفلة. تاني حاجة إن احنا نقرر ناخد القرار إن احنا هنعمل الحاجة الصح، وإن احنا هنحاول على الأقل نبدأ نقرب من ربنا، ونبدأ نتجنب بقى الذنوب والعادات اللي احنا اتكلمنا عليها وكل ده. ونقعد ندعي. حاسة إن أهم حاجة بقى إن احنا ندعي ربنا إن هو يسهل علينا الطريق ده، وإن هو يقول لنا بقى. أصلا أنا فاكرة يا جماعة أول ما بدأت أتعرف على الإسلام ما كنتش عارفة أعمل إيه. يعني فعلا كنت اللي هو طب ماشي، أنا بعمل مصيبة، أعمل إيه بقى؟ يعني أروح فين؟ أكلم مين؟ يعني أعمل إيه بجد؟ إحنا في مثلا ناس بتصلي وبتصلي ناقصة ركن مثلا أنا عايزة أقول إن إحنا هنسأل على ده. جهلنا في الحاجة دي هنسأل ليه ما عرفتش ده. يعني أنت محتاج تسعى ان انت تتعلم الدين حتى لو انت مواليد مسلم. يعني حاسه دي مشكله. احنا بنشوف الريفرتس او الاجانب لما بيقروا القران مره ويدخلوا في الاسلام. وانا كنت برضه انا عايزه اقول ان دي بقى اكتر حاجه خلتني اقرب لربنا، خلتني اخد خطوه ان انا لا انا محتاجه خلاص الموضوع يتحسن. يعني انا شايفاهم بيقروا القران مره ويدخلوا الاسلام.
واللي هو انا مسلمه بقالي كل ده وما قريتش القران. يا بنتي في ناس اصلا من سوره الفاتحه اللي هو احنا صباح الفل احنا بنقراها، المفروض احنا بنقراها 17 مره في اليوم يعني. دول بسم الله الرحمن الرحيم، دول اصلا يعني بس بسم الله الرحمن الرحيم دول تحس بقى بدموع وشحتفه ومتاثرين جدا، عشان دول هو الفرق اللي ما بيننا ان هم بيقدروا او هم فهموا كل حاجه، يعني هم فهموا ربنا عايز منهم ايه. احنا مثلا احنا كمسلمين بقى احنا we have this thought ان احنا كده ضامنين الجنه، ما انا مسلم. يعني ايه انا مسلم؟ دي الفكره ان الناس فاهمه ان انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وانا طيب. بس هي عادتنا هي كل حاجة يعني. وبرضه مش المسلم بس اللي بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن، على فكرة عادي هو كل ده برضه ممكن يبقى ناقص منه حاجات، لأن هو أصلا ديننا مبني based on أخلاق وعبادة. فده هو ده حرفيا مسلم. انت بقى بتصلي وبتصوم وبتحج بقى ومش عارف ايه، بس يا سلام بقى لسانك زالف وغيبة ونميمة ومش عارف ايه، والحاجات دي اصلا كلها هي مهمة قوي. بيقول كده ما كانش ربنا بقى ذكر في سورة الحجرات. سورة الحجرات دي اصلا هي انا بالنسبة لي بحس انها سورة كلها تربية، بس اولها اصلا اول آية بتتكلم ان احنا ما نحطش او ما ناخدش اي قرار غير لما نرجع لربنا والسنة. تاني آية على طول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الصوت نبرة الصوت ما تعلاش على النبي، ولا تجهروا له بالقول. يعني مش إيه، مش سيدنا محمد هنروح نقول إيه يا محمد، لأ، بالأدب واحترام. بعدين كذا آية بعد كده بقى في الأصل دي السورة اللي فيها إيه، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كل دي أصلا أخلاق. ودي هو ده الدين حرفيا، مش ان انا بس ابقى بصلي وبصوم. مع بقى العبادات يعني بيجي وقت، يعني انا بحسه اول ما الواحد خلاص يعني ربنا بيديه سبحان الله، هو بيبقى اصلا اتغير، هو بيبقى فعلا اخلاقه ظبطت، بيبقى فعلا يعني. هو برضو انا مش فاكره كان حديث ولا ايه، بس اللي هو ان اللسان اللي بيذكر ربنا كتير مش مستحيل يبقى مثلا بيشتم. ليس المؤمن باللعان ولا الفاحش البذيء، ده حديث. هو العبادات دي بتقوي اصلا الاخلاق بتاع البني ادم، بتخلي الواحد فعلا مستوعب ان هو محتاج يبقى يعني. عارفين دايما بيقولوا لنا you present your religion، ان انت دايما بتبقي الوجه بتاع الدين بتاعك، بالذات للناس بره، بالذات especially ان في دلوقتي سوشيال ميديا بقى والحاجات دي كلها مهمه قوي ان احنا بنبقى بننشر عن الدين، مش بنخليه أسوأ. يعني هو أصلا في ايمجز متاخدة سيئة، فمهم إن احنا نبقى جزء من إن احنا بنحاول الدين ده ينتشر، وبنحاول نوصل الرسالة، علشان احنا آخر كتاب نزل وآخر رسول، ومش هيجي رسول تاني. احنا بقى الخلفاء، احنا اللي هنوصل الرسالة، ولو مش احنا ربنا يجيب ناس تانية. فهي الدنيا مش واقفة علينا، مش واقفة على حد، بس احنا اللي بنختار. في سورة الإسراء بقى برضو من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. يعني والله نختار إن نهتدي ونعمل الصح وناخد الكتابة بقوة ونمشي في شرع ربنا، احنا الوحيدين مستفيدين. يعني في الآخر تجارة، انت هتحط المجهود، هتبذل، هتتعب عشان ده ناخد الأجر. اما احنا بقى مكسلين، مش قادرة أقوم أصلي، وسمع عن بالي الخروجة دي نفسي أروحها. انت عارفة أصلا يا بنتي، انت عارفة انت فكرتيني دلوقتي بآية بجد، دي آية أصلا في سورة صغنطوطة خالص بجد. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. هي ذرة واحدة منهم اللي مش بنبقى شايفاهم، دي الذرة، أتوم أصلا، أصغر بارتيكل في الوجود. أيوه بس كمان ايه برضه ما يعمل مثقال ذرة شرا يرى برضه. يعني بس انا دلوقتي بحاول اشجع الناس، مش بحاول ازيد ايوه بس قصدي اهو عشان دي مشكله برضو زي ما كانت صارت من شويه، كلنا انه يا ربنا غفور رحيم، احنا مسلمين كده كده وهنخش الجنه ان شاء الله. مش قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله؟ فين الاعمال؟ فين العمل اللي يثبت الايمان ده واللي يثبت الايمان القوي؟ لان كل حاجه صغيره هتعملها هي مش بس هتتحسب ويبقى ليها وزن في الميزان. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، هتشوفه مكتوب في كتاب منشور يوم القيامه. مش كده احنا بنستهي في الذنوب دي، الشيطان بيزينها لنا وبعدين يقول الاول يخلينا حاسين ان هي ده سيئه، دي صغيره. يعني في ايه اصلا في سوره الكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني بتبدأ بالصغيرة، احنا بنبدأ بنوصل إنسان هيبقى يوم القيامة مصدوم. تخيل لما بناخد في الكتاب مصدومين لو حاجات اتكتبت واتحسبت أصلا واتشاف. يعني هو ميزان ما هتعمل وزن. ايوه مهمة قوي فكرة ان الواحد بيفتكر ان هو نيته سليمة، ولا هو بني ادم كويس، وان هو خلاص بقى يعني انا كده تمام، المهم ان ميبقاش حد ومفيش سعي. ربنا بيقول سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني حتى ربنا بيشكر سعيك ده. مشكلة ان احنا دلوقتي ان احنا احنا مسلمين ومؤمنين وبس، هتلاقي مفيش ولا آية اللي هو امنوا بس، لا دايما امنوا عملوا الصالحات، ولازم يبقوا متقين خايفين من ربنا.
فمش عايزين يعملوا الذنوب. يعني كمية المرات اللي عملوا الصالحات بصوا مذكورة قد ايه. في آية في سورة الزور بتقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. يعني في الاتنين، يعني الاتنين اللي هو لو انت قسمت بقى، لو قلت اشهد ان لا اله الا الله ادخلك الجنة، لا هي مش كده، هي حرفيا هي سعي فعلا. في آية اصلا برضو في سورة العنكبوت انا بحبها، بحب الآية دي موت. This is my favorite آية. يعني فيها كمية promises. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في كمية تأكيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبعدين سبلنا ابتدى وقرب لربنا واتقى ربنا هيفتح له ابواب خير في الدنيا وفي الاخره مش طبيعيه. كمية. وإن الله لمع المحسنين. إن عن التوكيد، اللام بتاعت لمع اللي هو ربنا مع، هو مش هيسيبهم، هو على طول معاهم. هو this is وعد في وعد هو حرفيا. انا اصلا يعني هو تقريبا ثلاث ورود في آية واحدة. وفي ناس على فكرة كنت لسه بقول العكس ده برضه غلط، علشان في ناس بتقعد تسعى وهي مش مؤمنة بقى. احنا بقى نشوف بقى بتسأل ايه بقى؟ بتسعى لايه معرفش. هو ده سؤال عشان هو يقوم قايلين بقى. انا فاكره كنت عامله فيديو الموضوع بكده وحد راح كاتب شفتوا دين شرير، الاسلام دين شرير، حاجه كده. اللي هو حاجه مهمه قوي فعلا. لو الانسان مثلا حد كافر جات له رساله الاسلام، عارف ان ده حقيقي واصر انه يكذب بالدين. احنا مش بنتكلم في حد ما يعرفش الاسلام ايه او فاكر الاسلاميين والمسلمين ارهابيين، احنا بنتكلم في حد مكذب بالدين. ابو جهل لو كان تصدق بحاجه، ايه بقى تصدق لايه؟ انت تصدقت، انت مش مؤمن ان في بعث اصلا، مش انت هو مش مؤمن ان في بعث، مش مؤمن ان في ربنا. طب ليه يجي يوم القيامه ربنا يدخلك الجنه عشان عملت حاجه اصلا انت مش مؤمن بيها؟ فانت عملت الحاجه دي مش عشانه، انت عملت الحاجه دي عشان في الدنيا انت عايز حاجه معينه في الدنيا، ربنا هيوفي لك اجرك في الدنيا. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يا بقى اشتغلت كذا وكذا وكذا وبذلت وعملت كل ده بس عشان الدنيا والزينه، هتاخد كل ده نوفي له اليهم اعمالهم فيها في الدنيا، بس هتاخد اجازتك في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. حقك مش هي ربنا مش هيبخسك حقك، مش هيقل شويه. بس الايه اللي بعدها اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل. بصي التوكيد وما كانوا يعملون. يعني كل عنوده باطل تجاره فشلت برضه. ان انت بتشتغل عشان ربنا، بتعمل عشان الدنيا والزينه بتاعتك، عشان تعلى في المنصب، عشان الناس تقول عليك حاجه، مش عشان ربنا. في آية في سورة الإسراء، السورة دي سبونسرد قوي. أيوة، كانوا يريدوا العاجلة عجلنا لها فيها لمن يريد. أنا الآية دي أقسم بالله مش بكيفك برضه. مرعبة. هدي لك، أنت عايز خير أديك خير يا عم، بس اللي أنا عايزة أديهولك. نقولها واحدة. من كان يريد العاجلة اللي هو ايه؟ الدنيا دي مستعجل ومش قادر يصبر ويجاهد، مش قادر، هو بيحب ده مش قادر يسيبه عشان ربنا، لا هو عايز دلوقتي يعمله وعايز يبص دلوقتي. من كان يريد العاجله واهدافه بقى للدنيا، كل حاجه للدنيا عجلنا له فيها. دي مشكله اصلا، يعني دي بقى مشكله الغفله. كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن. برضه حاجه ثانيه اللي هي عجلنا له فيها لمن يريد. عجلنا له فيها اللي هو يعني انا هديك خير، اللي هي الايه برضه بتاعت ففتحنا عليهم ابواب كل شيء مرعبه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا. خلاص فتحنا عليهم كل الابواب بقى وجالهم بقى رزق او نعم او منصب او وات ايفر. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. خفته. ساعات الشخص يبقى فاكر ان هو بعمل الغلط وهو مفيش حاجه، مفيش حادثه حصلت عشان افوق من الغفله. مش لازم يحصل للشخص الابتلاء الشديد عشان الواقع عليه هيبقى صعب جدا. انتوا عارفين اصلا في حاجه برضو كنت سمعتها قبل كده، ان اللي هو الشخص مش لازم يخش في حادثه، مش لازم يخش في حادثه، مش لازم اي حاجه فيزيكال تحصل له. هو كفايه اصلا ان هو مثلا مش فاكر ربنا. انت يومك عدى غير ما تذكر ربنا، يومك عدى غير ما تصلي، يومك عدى غير ما تقرا قران. يعني مش حاجه كتير قوي، هي حاجه كبيره قوي بس انت مش حاسس انها حاجه عشان انت اصلا ما اديتلهاش حقها. ماشي. عايزين بقى نشوف احنا قلنا ايه بقى كده كخلاصه، يعني نعرف بقى احنا هنعمل ايه. احنا دلوقتي في غفله. احنا قلنا احنا اول حاجه محتاجين نقطع اي حاجه بتصعب على الشخص انه يطلع من الغفله. صح، يحاول يبعد عنها، لان ربنا اوريدي مدينا كل حاجه، مدينا النعم دي كلها علشان نلاقيه ونوصل. فهو ربنا مدينا، وربنا اصلا يعني احنا بقى محتاجين دلوقتي دورنا، يعني الكره في ملعبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا في فكرة البودكاست دي كنا اتجمعنا علشان نتكلم في حاجات يمكن مش بنحس ان بنات كتير في مصر يعني بيتكلموا فيها وبيدوروا عليها، ويمكن مش ناس كتير بتتكلم اصلا في الحاجات دي، فلما حد فينا بيبقى عايز يعرف حاجة مش بيلاقيها، مش بتوصله بسهولة. فبحس اصلا مجال الدعوة هو مهم جدا انه يوصل للبنات، برضه محتاجين نحط مجهود اكتر ان احنا نحاول نساعد البنات تهتدي، دي حاجة مهمة جدا. فاحنا عايزين نقول كذا disclaimer. احنا اتقابلنا احنا 3 بالصدفة كده، صداقاتنا اتعملت بالصدفة، يعني انا بحس كده. أيوة، أنا ويارا الأول كنا بنشتغل مع بعض، يعني نزلنا بس عرفنا بعض من الجامعة ومن الشغل، كنا في نفس الجامعة ونفس التخصص. وأنا وميرنا نعرف بعض من كام سنة، من كتير قوي، من واحنا في المدرسة يعني كتير قوي، من 2016 17 مثلا. بالظبط. وبعدين من قريب بقى عرفت ميرنا على يارا وهم اتصاحبوا وسابوني. لا والله. ليه ما احنا مدرسين يوزني في مصالح. بس فهي الموضوع جه يعني كلنا قربنا من بعض أكتر لما بدأنا نقرب من ربنا أكتر، ولقينا الموضوع ده common ما بيننا. سبحان الله، الواحد لما بيبدأ كده يقرب لربنا بيحس ان هو لوحده. انا بجد اول ما بدأت كنت حاسة باكستريم واحدة، او بقى في تنبيه تاني ان احنا كلنا احنا ال3 كبرنا اتربينا في مدارس انجلش بس وانترناشونال بس وجامعات كمان، فيمكن دي مش احسن حاجة عشان الواحد بيبقى مرتاح اكتر بالانجلش، فاحنا بنحاول كلام قوي اللغة العربية برضو. بس هتلاقوا كلام في النص بقى، هتلاقوا في كلام بيطلع بقى خلاص، يعني معلش حقكم علينا يعني. معلش. هنحاول برضه نترجم الحاجات اللي احنا بنقولها على طول يعني. بالظبط. وفي بقى تنبيه تاني ان احنا عايزين نقول في الاول يعني ان احنا مش شيوخ، احنا اكيد مش شيوخ ومش داعيات خالص، ومش علماء ومش طلاب يعني احنا طلاب علم على قدنا جدا بالظبط. احنا لسه بنبدا ان هو بس يعني نفهم كده كل حاجه في القران، اللي كل واحد فينا مثلا يمكن في تليجرام او على يوتيوب او كده نحاول نحضر دروس على قد ما نقدر. ويعني حتى لو احنا مثلا في ليفل 1 او 2 احنا بنحاول نتكلم الناس اللي هو نفس المستوى بتاعنا، علشان ساعات اللي بيبقى كلام كبير قوي علينا بنحس ان احنا مش عارفين نستوعب، او اللي هو ياه احنا بعيد جدا، فالواحد بيحضر. احنا بنحاول نمشي معاكم، يعني احنا اللي احنا بنعمله ان احنا عادي بنشوف ناس فعلا فاهمة وبنحضر وبننقل لكم معلومات زي ما احنا بنحاول نستوعب منهم، بنحاول نوصل لكم بطريقة أبسط شوية وطريقة ممكن تريليتوا بيها أكتر، المهم تحسوا ان انتوا فاهمين، يعني تحسوا ان انتوا في حد تاني معاكم في المشكلة اللي انتوا فيها أو في التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه. بالذات ان احنا يعني أو شخصيا يعني أنا أعرف كذا حد أو كذا بنت يعني بيبقوا مش عارفين يتكلموا في الدين عامةً مع مين أو مع ناس صحابهم بنات برضه أو كده، علشان الموضوع بقى اللي هو إيه ده أنتِ بتتكلمي في الدين في خروجة حلوة بقى، اللي هو أنتِ جاية تعكنني علينا. اللي هو في دايما الجمله بتاعت الدين ده بيني وبين ربنا ومحدش يتكلم معايا فيه، وده كل واحد موضوع شخصي وبيرسونال ومش عارف ايه محدش يتكلم، اللي هو ده غلط جدا. الدين ده الحياه، ده سياسه، ده اقتصاد، ده هو اصلا منهج بالظبط. يعني اصلا انا اللي بيحكمني في الدنيا دي كلها اصلا الدين، يعني اتكلم ازاي، اقعد مع مين، اشرب ازاي، اكل ازاي، كل حاجه، البس ازاي، فكل الحاجات دي اصلا انا اللي بيحكمني الدين. على فكرة دي بقى معنى اسم الحلقة بتاعنا، ايه الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي مش مسلمين؟ صح. ايه بقى الفرق؟ هو ده برضو احنا كنا عايزين، واحنا بنفكر في الحلقه ان كنا عايزين حاجه نبدا بيها كل السيريز بقى او الحلقات الجايه، فاحنا عايزين نستكشف مع بعض اللي هو فعلا ايه الفرق ما بين حد مسلم وحد مش مسلم. زي ما منى كانت بتقول منهج بقى، احنا ده منهج حياتنا، فايه اللي يخلي في فرق بين حد مسلم وحد مش مسلم، او ايه اللي بيخلي افعالنا مختلفة وطريقة تفكيرنا مختلفة ومشاعرنا مختلفة عن حد مش مسلم. صح. وايه اللي بيحصل لما نحس ان احنا مثلا حياتنا بقت شبه الناس اللي مش مسلمين؟ بنبقى في كارثة، يعني بنبقى في حاجة اسمها غفلة. عامة موضوع الغفلة ده انا عايزة اقول كذا آية في القرآن، بعدين نبدأ بقى يعني نفكر فيهم ونتدبر فيهم ونتناقش فيهم. اولا هو القرآن بيوصف الغفلة ان هو حالة انشغال في الدنيا، في زينة الدنيا او في متاع الدنيا. كلمة متاع اصلا معناها حاجة مؤقتة جدا، فهي معناها ان الحاجة دي مش دائمة.
ودايما نلاقي في آيات القرآن بتقول لا ده رزق ربنا في الآخرة أبقى هيقعد أكتر أو forever أكتر يعني مقارنة بالدنيا يعني فمهم إن إحنا لو حد حس إن هو إيه ده أنا مش ماشي على المنهج، أنا في غفلة، في حاجات بتحصل عارفين بتفوقنا من الغفلة كده كل فترة، كل شوية ربنا يبعت لحد ذكر، يبعت له رسالة، يبعت له ابتلاء، يبعت له نعمة، في كل الحاجات دي بتبقى عشان الشخص يفوق. بس أنا أعرف إزاي إن أنا محتاجة أفوق، يعني أعرف إزاي إن دي علامة مثلًا أو إن أنا أصلًا باعمل حاجة غلط؟ هو كده أصلًا كل واحد ربنا خلقه على حاجة اسمها الفطرة، يعني الفطرة دي هو أنتِ لا تلقائي أنتِ أصلًا من نفسِك أنتِ جواكِ عارفة إن صح والّا غلط، ربنا بيقول في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو كده أصلًا كل واحد بيبقى قاعد مثلًا هو عارف من جواه إن دي غلط، بس هو منيّم ضميره، يعني هو حرفيًا غافل، اللي هو إيه أنا مش عايز أحس بالذنب، أو أنا I want to belong، عايز أحس إن أنا دول صحابي، أو أنا عايز أحس إن أنا هنا ده مكاني. فكل واحد هيبقى بينام دايمًا الجزء ده منه عشان مش عايز يحس إن هو مختلف، أو يحس إن هو غريب، هو الغريب في القعدة يعني. عايزة أقول إن أنا باحس إن صعب جدًا إن الشخص